ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد لينا على القناه، والنهارده هنعمل ميلك شيك اوريو بطريقه سهله وسريعه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تضغط لايك وتضغط اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقه. هنعمل معاكم ميلك شيك اوريو. يلا بينا نشوف المكونات. هنحتاج لبن واتنين اوريو وواحده هوهوز دلوقتي هنبدأ بالهوز، وهنجيب الهوز هنبدأ نقطعها قطع صغيرة زي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما قطعناها بالطريقة دي هنركنها على جنب، وهنجيب الخلاط هنحط فيه الهوز اللي قطعناه. ودلوقتي هنبدأ ننزل بالأوريو، وهننزل بالكيس التاني برضه. دلوقتي هننزل عليهم باللبن. بعد ما نزلنا عليهم باللبن هنبدأ دلوقتي نحط الآيس كريم الفانيليا. وانا بفضل الايس كريم اللي جايب من محلات الالبان، بيبقى احلى وبيدي طعم حلو للميلك شيك اوريو، احسن من المصنع اللي بيبقى جاهز ده. دلوقتي هننزل عليهم بالتلج عشان يبقى تقيل كده وسموزي كده الاوريو. دلوقتي هنبدأ ناخد كل حاجة عشان كل حاجة تاخد من طعم التاني. بعد ما خلطناهم بصوا يا جماعة الجمال والحلاوة. دلوقتي هنجيب الكوباية بتاعتنا وهنبدأ نزينها بصوص الشوكولاتة الجميل ده. بصوا يا جماعة الجمال والحلاوة. طبعا بنفس الطريقة دي بالظبط. هننزل دلوقتي بمشروب الاوريو اللي عملناه. بصوا يا جماعة الجمال والعظمة اللي عملناها، بجد حاجة جامدة جدا. دلوقتي هنقوم مجرنشينه بشوية اوريو اللي حطيناهم على جنب، وهننزل دلوقتي بصوص الشوكولاتة. بصوا يا اخواتي على الجمال والعظمة اللي عملناها دي. متنساش لو عجبك الفيديو تضغط لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.